بلدان تقريبا أسود الأطلس في الأدغال الإفريقية بين ثلاثة بلدان تقريبا شهر من التواجد في هذه البطولة بالنسبة للمغاربة. بدأوها بمعسكر أسبوع قبل بداية البطولة في نيروبي، ابتداء من مباريات دوري المجموعات وصولا إلى ربع النهائي في دار السلام. الآن مباراة النصف النهائي في أوغندا في العاصمة كومبالا. المنتخب اللي فعلا تنقل بين ثلاثة بلدان. طرس الكرة ناحية مشخشخ يلعبها في الدار. انت عجبني في المباراة الماضية الطريقة كيف يخرج بالكرة، طريقة كيف يبدأ في البناء مع رفع هذه الكرة. والهدف الأول، الهدف الأول لفائدة المنتخب السنغالي عن طريق اللاعبي لايوس في نهاية المطاف. لايوس يفاجئ الكل. لايوس النادي الأحرار سنتابع الإعادة من ارتقم على لايوس نيروبي. هذه مغربية، بداية الرد ممكن الآن، البينية ممتازة، اضرب عالمي يا صابر يا ابو قريب، عالمي يا صابر، عالمي يا ولد، حطها في الشباك، جابها في الشباك. العودة مغربية، الرد فعل المغربي سريع. يا طارق يا سكتيوي، هات الصورة، هات اللقطة، شوف لمتعة العين لمسة صابع اللي يتواجد في مركزه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هنا الكرة على الطرف الايسر، ولكن بعد ذلك الحكم يقول هناك ماذا بين يلي الرحولي يمشي يمير ماذا تحريمات. يتقدم ربيع يسجل. برافو ربيع، اختيار موفق على يسار حارس المرمى. دياي والحرار تضرب في العارضة، الكرة تضرب في العارضة. أسامة يسجل. برافو أسامة بتركيز عالي جدا. كيف لا، الهداف اللاعب التنفيذ. يلا حرار، هذه في الشباك. خيري وديوف، خيري يتقدم، خيري سيسو الأحرار، سيسي يتقدم، سيسو الحرارة. أنس يتقدم، أنس يمشي بالآن، يضعف الشباك. يوسف أميري، وانتهى كل شيء. مشاهدينا الكرام، المنتخب المغربي يتأهل رسميا للمشهد الختامي للمباراة النهائية بعد لقاء ماراثوني ولقاء طويل ولقاء متعب ولقاء الأعصاب ولقاء الضغوطات، لكن كنا واثقين بأن أسود الأطلس سيأتون ببطاقة العبور والتأهل